مشاهدينا الكرام، مساء الخير. قبل أن نبدأ برنامجنا وردتنا قبل قليل أخبار عاصفة وحازمة. فقد أكد مراسلون سماع عدوي انفجارات قوية في تل أبيب، ويبدو مشاهدينا أن أكثر من 200 طائرة سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية بدأت منذ لحظات شن غارات واسعة على كيان العدو الإسرائيلي، ودمرت صواريخها كما يبدو مقار القيادة والمعسكرات الإسرائيلية والمطارات ومنصات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك القبة الحديدية، فأصابت أهدافها بدقة متناهية. وتفيد كذلك المعلومات الواردة أن القصف الجوي بدأ مترافقا مع اندفاع الجيشين المصري والأردني لتحرير كامل فلسطين المحتلة. بانتظار التفاصيل نعتذر منكم أعزائي المشاهدين. فهذا الخبر يمحوه تاريخ اليوم، وهو الأول من نيسان.